أنا للأسف لم أكن مؤمنا لعهد طويل من حياتي يعني. وكنت مبعثر يمين وشمال وكذا. إيماني الحقيقة أجى من خلال اشتغالي بالفيزياء بالمناسبة. يعني أنا إيماني الصحيح كل التقليدي، أصلي أحيانا وغالبا مستعجل. غالبا مستعجل. أرحنا منها يا بلال، مش أرحنا بها يا بلال، أرحنا منها يا بلال. كانت هالشكل إلى أن صار عندي هذا الوقع النفسي من خلال الفيزياء. لما جيت قرأت القرآن ليس تعبدا بل تأملا، وقلتها في محاضرات أخرى، ووجدت أن في القرآن إشارات كثيرة، مو 5 ولا 10 ولا 20، إشارات ذات قيمة علمية هائلة. فكنت أقوم وأسجد وأنا على فكرة لا وضوء بصراحة، ولكني طاهر، لكني لست متوضئ، يعني ما أمشي بها بالطقوس، لأني أصلا ما أريدها لغاية يعني العبادة، أريد التأمل. فكل ما أشوف آية فيها أثر علمي واضح، إلى أن جيت إلى آخر سورة الإسراء وقريت: وقرآنا فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الله غني عنكم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قلت أنا من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران أقرأ، وكل ما أشوف آية علمية أسجد. هذا دا يقول لي شو سويت كل الفترة، دا يراقبني. ما أخفيكم لما قمت وسجدت هاي المرة الوحيدة فأخذني البكاء، وقمت وجلست أكمل القراءة: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. شوف، حاط لي كاميرا وراي، في كاميرا تراقبني معنا، هذا القرآن ده يراقبني. ويخرون للأذقان يبكون. عندها صارت ما في ردة، ما في رجعة.